بن يونس عميروش مساره فني ونقدي في خدمة التشكيل المغربي. يعد بن يونس عميروش المزداد بمدينة وجدة سنة 1960 من أبرز الأسماء المغربية التي جمعت بين الإبداع التشكيلي والنقد الفني والبحث الأكاديمي والعمل التربوي والثقافي. وعلى امتداد أكثر من 4 عقود أسهم في ترسيخ الخطاب النقدي للفنون التشكيلية بالمغرب، وأغنى المكتبة العربية بعدد من المؤلفات المرجعية في تاريخ الفن والجماليات والدراسات البصرية. اشتغل أستاذاً للفنون التشكيلية بين سنتي 1989 و2009 قبل أن يتولى مهام التفتيش التربوي والتنسيق الجهوي للفنون التشكيلية والفنون التطبيقية بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات، حيث ساهم في تطوير تدريس التربية التشكيلية. كما راكم تجربة جامعية متميزة، إذ درس تاريخ الفن والجماليات بالمدرسة العليا للأساتذة بمكناس، وبكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة مولاي إسماعيل، ويواصل منذ سنة 2022 التدريس بجامعة بن طفيل بالقنيطرة، إضافة إلى جامعة محمد الخامس بالرباط في مسالك متخصصة في الثقافة الفنية والسيميولوجيا. وتولى رئاسة الجمعية المغربية للنقد الفني، كما انخرط في عدد من الهيئات الثقافية والمهنية، من بينها اتحاد كتاب المغرب، والجمعية المغربية للفنون التشكيلية، والنقابة المغربية للفنانين التشكيليين المحترفين، ومراكز بحث متخصصة في الفنون والسينما والفوتوغرافيا. وعلى المستوى التشكيلي نظم أول معرض فردي سنة 1983، وشارك في معارض وتظاهرات فنية داخل المغرب وخارجه، شملت فرنسا وإسبانيا وبلجيكا وتونس، ونال سنة 1996 جائزة لجنة التحكيم في الدورة السادسة للصالون الدولي للفن المعاصر حول الموسيقى بمدينة سان بارتيليمي دانغو الفرنسية. كما عرف بحضوره المنتظم في الندوات والمؤتمرات العلمية، ونشر العديد من الدراسات والمقالات في الصحافة المغربية والعربية والدولية، إلى جانب عضويته في هيئات تحرير مجلات متخصصة في الفنون. ويحتل التأليف مكانة بارزة في مسيرته، حيث أصدر مجموعة من الكتب المرجعية، من أبرزها قراءات في التصوير المغربي المعاصر سنة 2015، ومسالك البصري، مرجعيات ورهانات الفن المعاصر سنة 2021، وأوراق الكفاف، الذات والفن والقناع سنة 2022، والتمثيل ومفارقاته، حالة التشكيل المغربي والنحت الصرحي في العالم العربي، حدود التجسيم في الفضاء العمومي سنة 2024، والذي أدرج ضمن القائمة الطويلة لجائزة الشيخ زايد للكتاب في دورتها 20، ثم كتاب رحلة الضوء الاستشراق التصويري في جنوب المتوسط سنة 2026. وتجسد تجربة بن يونس عميروش نموذجاً للمثقف الذي جمع بين الإبداع التشكيلي والنقد الفني والبحث الأكاديمي والعمل التربوي، وأسهم في بناء خطاب نقدي مغربي معاصر جعل من مؤلفاته مرجعاً أساسياً للباحثين والمهتمين بالفنون البصرية، وأسهم في تطوير الدراسات المرتبطة بتاريخ الفن وجماليات الصورة.